شكلنا كده داخلين على بيف مختلف تماما. امبارح ليجاسي نزل الاعلان مع البنك الاهلي، ومهاب نزل الاعلان بتاع البنك الاهلي في ستوري وعليه الايموجيز دي، وبعدها قال تبا للملايين قصاد صورتي ومكان صوتي، وبعدها نزل ستوري وقال تبا للفلوس، وبعدها نزل ستوري وقال مش هشتغل على اعلانات تاني واضيع وقتي غير لما ابقى في مكان اعرف افرض فيه ذوقي. وبعدها ابو الانوار نزل الستوري دي وبيشكر فيها في اعلان ليجاسي، فمهاب خد سكرين شوت من الستوري دي ونزلها وقال بسم الله ما شاء الله بيتريق، وابو الانوار رد بانه يشكر في اعلان ليجاسي التاني. في فان بيج لمهاب نزلت ووضحت الستوريز بتاعت مهاب امبارح، وكمان نزلت حته من الاعلان الملغي اللي المفروض كان مهاب يعمله. عارف من زميلي فاهم انا جيلي يا ما قالوا بس الكلام مفهوم. والفكره ان الاعلان كان جاي لمهاب، ومهاب عمله بطريقه المونت، وده تقريبا ما عجبش منتجين الاعلان فلغوا معاه الاعلان وراح لليجاسي، وليجاسي عمله بالطريقه اللي نزلت دي. هو دي اللي قلته عليه مش عاجبه العجب، مسك التراب ما بين ايديه وخلى ده. ومهاب نزل الستوريز بتاعت امبارح وقال ان هو مش هيشتغل ويتعب على اعلان تاني غير لما يكون مع ناس فاهمه ذوق مهاب. طيب من وجهة نظري بقى مين غلطان؟ بصراحة مهاب، لان من حقك تزعل ان الاعلان راح لحد تاني، وانك تعبت على الاعلان وعملته وخلصته يعتبر وبعد كده اتلغى، بس برضو مش من حقك تنزل الستوري وتوضح وتعمل بيف من لا شيء. كان ممكن تلمح لده زي ما الجوكر عمل في الديستراك اللي عمل، وضح ان الاعلان كان جاي لويجز بس ويجز استرخص واحنا ترجمنا ده اعلان ايه، بس انت ما تشيرش الاعلان، وده كان اكبر غلط عمله مهاب. وابو الانوار بيشكر في الاعلان لان دي حاجه كويسه، هو ماله انت بتدخله في الحوار ليه؟ ده كان اكبر غلط عمله مهاب بالنسبه لي. بس كده ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتشير الفيديو لاصحابك، واكتب لي تحت في الكومنتات ايه وجهة نظرك في الحوار ده، وبس كده سلام.